لعيبه كتير بتعاني من مشاكل في العمود الفقري، واللعيبه دي بتبقى عايزه تلعب ظهر وفي نفس الوقت ما يحصلش تطور للاصابه اللي في ظهرها. فتعمل ايه عشان خاطر تتمرن ظهر يكون بشكل امن وسيفتي لظهرها؟ فاحنا النهارده هنلعب تمرين الظهر مكونه من 7 اشكال، كل شكل 3 مجاميع في 10 عدات، بحيث ان هي تستهدف ظهرنا كله بدون اي اصابه. يلا بينا تعالوا نشوف ايه اللي احنا هنعمله في تمرينه الظهر بتاعت النهارده. اول تمرين هبدا بيه هروح على جهاز السحب العالي وامسك المسطره بالشكل اللي انت شايفني عليه ده. مش همسكها من الاخر، همسكها من على الكسره بتاعتها واقعد ظهري ستريت مفرود وابدا اسحب عند ده. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اهم حاجه وانا بسحب الوزن عند دقني اهتم بالعدتين، العده السلبيه والعده الايجابيه. بمعنى ما اسحبش مره واحده كده واسيب دراعي مره واحده، ده كده مش صح، غلط، هيأثر على ظهرك، ولو انت عندك اصابه في ظهرك هتزيد زياده. التمرين ده هلعبه 3 مجاميع، المجموعه في 12 عده. كل تمرين هنلعبه في تمرينه الظهر اللي احنا هنلعبها هيبقى 3 مجاميع في 12 عده او في 10 عدات. تاني تمرين هنلعبه هنقعد على جهاز السحب الارضي، همسك المقبض الضيق، هبدا اسحب على صدري بالشكل اللي انت شايفني عليه ده. هلعب 3 مجاميع في 12 عده او في 10 عدات زي ما قلت لك. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2. اهم حاجه وانت قاعد رجليك تبقى متنيه بالشكل اللي انت شايفني عليه ده، ظهري ستريت مفرود، ما بروحش للاخر قوي، لان التمرين ده بيشتغل على العضلات الداخليه للظهر، ما بيشتغلش على اللات. كل الناس فاكره ان هو اطاله لللات، ده لللات بالداون. التمرين ده ما بيشتغلش على اللات بالداون، بيشتغل على العضلات الداخليه للظهر. ثالث تمرين هنلعبه هنحط المسطره الواسعه على السحب الارضي، نفس التمرين برضو اللي احنا كنا عاملينه بس بالمقبض الضيق. هنركب المقبض الواسع وهنقعد نتني رجلينا بالشكل ده كده، ظهري ستريت مفرود زي ما فهمتك. همسك المقبض هسحب على صدري. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2. عشان زي ما فهمتك التمرين ده بيشتغل على العضلات الداخليه للظهر. زي ما فهمتك بتبقى قاعد على الجهاز، رجلك متنيه بالشكل ده، ظهرك مفروض ستريت، بتجيب اقصى مدى عندك لقدام. اهم حاجه ما تروحش لقدام قوي ولا ترجع لورا قوي مع الحركه. رابع تمرين هنقعد على جهاز الرو زي ما انتم شايفين شكله. الجهاز ده ليه مقبضين، مقبض ضيق ومقبض واسع. همسك من القبضه الضيقه زي ما انت شايفني كده اهو، ظهري ستريت مفرود وابدا اسحب. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2. التمرين ده هلعبه 3 مجاميع، المجموعه في 12 عده زي ما انا لعبت بالشكل ده كده. التمرين ده بيعوض مسكه الدمبل الفردي الفري اللي هو بالشكل ده كده. طبعا ده مش سيفتي على الظهر، ده ممكن يسبب اصابه، وممكن لو انت عندك اصابه تزيد بزياده. فالافضل ان انت تلعب على جهاز الرو اللي انا وريته لك بالشكل اللي احنا عملناه من شويه. ممكن تلعبها فردي وممكن تلعبها زوجي، احنا لعبناها زوجي النهارده. خامس تمرين هنروح على جهاز اللات بالداون، هنلعب بالقبضه الضيقه. بس في ملحوظه صغيره عايز اقول لك عليها، اغلب الناس اللي بتلعب بالمقبض الضيق على جهاز السحب الارضي
بتبقى فاكره ان هي بتعمل استرتش للعضلات بتاعه اللات بول داون، زي ما وضحت لك قبل كده ان احنا الجهاز السحب الارضي ده بتشتغل فيه على العضلات الداخليه، اما جهاز اللات بول داون او جهاز السحب العالي اي حاجه بول بتشتغل على اللات بتاع الظهر. فانت هتقعد تمسك المقبض بالشكل ده كده وتسحب على دقنك 1 2 3. اهم حاجه زي ما فهمتك تاخد بالك من العده الايجابيه والعده السلبيه. العده السلبيه اللي انت بتسيب فيها الوزن، تمام؟ حاول انت تجيب اقصى استرتش لللات بتاعتك اهو. 1 الاسترتش ده بيبقى فوق وانت راجع. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2. زي ما فهمتك التمرين ده هنلعبه 3 مجاميع في 12 عده بنفس الشكل اللي انا عملته ده بالظبط. سادس تمرين هنجيب الرابر او الحبل نحطه على الكابل كروس من فوق ونرجع لورا خطوه او خطوتين وابدا اخد ميول بالشكل ده كده ركبتي متنيه وابدا اسحب الرابر على وسطي بالشكل ده كده. 1 2 3 4 5. اهم حاجه لو انا عايز اعمل استرتش لللات برضو زي ما فهمتك باخد زاويه الميل دي واعمل استرتش بالشكل ده، كوعي متني مش مفرود للاخر عشان المدى الحركي. 7 8 9 10 1 2. هلعب التمرين ده 3 مجاميع في 12 عده، وبفكرك ان انت قبل اي تمرينه لازم تسخن كويس. كل واحد طبعا فينا ليه طريقه في التسخين بيعملها قبل ما يخش يتمرن، فعايزك تسخن كويس بالتحديد عضلات الكتف لان هي اسهل عضله تتصاب. تابع تمرين القطنيه غني عن التعريف طبعا. هنطلع على جهاز القطنيه بالشكل ده كده زي ما انت شايفني. هتحط ايدك على صدرك، بس هنا انت لو عندك مشكله في العمود الفقري، بس هنا انت لو عندك مشكله من الفقره الثالثه للفقره الخامسه مش هينفع تنزل وتطلع زي ما انا بعمل كده، لا هتفضل ثابت فوق وتعد حوالي 12 عده من الثبات زي ما انت شايفني كده اهو. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2. لان انت لو نزلت وطلعت الاصابه هتزيد اكتر عندك، فيفضل ان انت ما تنزلش وتطلع عشان السائل الزجاجي ما بين الفقرات او الغضروف. ويفضل لو انت عندك اصابه في العمود الفقري في البدايه بس هنفضل ثابتين شويه لحد ما الاصابه تروح من عندك او قطنيتك تبدا تبقى قويه. التمرين ده هنلعبه 3 مجاميع في 12 عده زي ما وريتك كده بالظبط. وبكده نكون انتهينا من حلقه النهارده. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس. كان معاكم الكابتن عمرو فليكس. السلام عليكم ورحمه الله.